هذه التحديات. معنا ضيفنا اليوم الدكتور محمد الشويعر، كاتب صحفي في صحيفة شرق. دكتور أهلا وسهلا بك على شاشة الMBC وأحسن الله عزاك. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، علنا نتحدث عن خادم الحرمين الشريفين، هذا الرجل الذي واجه ملفات مختلفة. لعل ملف الإرهاب هو أول الملفات التي واجهها هذا الملك مع بداية عهده، وكان ملفا محتدما بشكل كبير. كيف واجه هذا الملف خادم الحرمين والمغفور له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعظم الله أجر الوطن وعظم الله أجر الجميع. أحسن الله عزانا وعزاء الوطن والأمة الإسلامية بفقدان رمز كبير، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. قدم العزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير مقدم بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا، ولجميع الأسرة المالكة، وإلى أبناء خادم الحرمين الشريفين خاصة، وإلى الشعب السعودي. نسأل الله أن يتغمد خادم الحرمين واسع رحمته ونسكن فسيح جناته. خادم الحرمين رحمه الله الملك عبد الله في قبل انتقال الحكم له في 2005 بدأ ظهور العمليات الإرهابية في المملكة، والتي كانت وللأسف الشديد حدثت من أبناء الوطن. صحيح. فكان التأثير الكبير والتأثير الواضح في نفسية خادم الحرمين الشريفين بأنها حدثت من أبناء الوطن. ودائما ما يستخدم الملك عبد الله رحمه الله دائما أبنائي، وهو يخاطب شعبه، وأشقائي، فهو دائما يخاطبهم هذه الأسماء الجميلة والأسماء التي تدخل من القلب إلى القلب. فكان الأسى واضحا على خادم الحرمين الشريفين. حتى أنا عند حضورنا للسلام عليه رحمه الله في بعد انتهاء اللقاء الثاني الحوار الوطني الذي عقد في مكة، كان في خضم الأحداث الإرهابية في ذلك الوقت، تحدث بشكل رحمه الله موسع، وكان نبرة الأسى كانت تخرج منه وهو يضرب على صدره وهو يقول إن هذا الحدث كيف يحدث من أبنائنا من الداخل. يعني لو أن الحدث كان من الخارج لربما كان أهون عليه. فكما يعرف عن المجتمع السعودي مجتمع صاحب قيم وصاحب يرفض هذه الممارسات ويرفض الإرهاب، لأننا ولله الحمد المسحة الدينية الكبيرة التي دائما يظهر عليها جميع أبناء المجتمع السعودي. فتجد أن نرفض هذه الأشياء بأبسط شخص في أو بأقل شخص في المجتمع السعودي، وعلى بالك أن تكون القيادة العليا. الملك عبد الله وضع منهجية واضحة ومنهجية للقضاء على الإرهاب بشكل يعني مفصول وبشكل لا رجعة فيه. وبالتالي بدأ بتوفير جميع الإمكانات إلى القوات المسلحة، وزارة الداخلية وغيرها، وأمدهم بجميع ما يحتاجونه. فبالفعل نجح الأمير محمد صاحب السمو محمد بن نايف في المتابعة وفي محاولة بعد الله سبحانه وتعالى حفظ الوطن من هذه الهجمات الداخلية التي تعرض لها الوطن، والتي كانت فعلا يعني نحن محزونون كثيرا أنها صدرت من أبنائنا وصدرت من أناس كنا نتمنى أنهم يكونون في الوطن وفي خدمة الوطن. فبالله الحمد أنه بالفعل تمكن، حتى أن خادم الحرمين رحمه الله عند القبض على المجموعات الكبيرة التي أودعوا السجن وضع أيضا اللي هي لجنة المناصحة. هذه اللجنة وضعت لمحاولة تغيير الفكر الذي اتخذه هؤلاء من سمم أفكارهم ضد حكامهم وضد وطنهم وضد دولتهم. فوضعت لجنة
للمناصحة. فنجحت هذه اللجنة في تعديل فكر بعض الموقوفين. جميل. إلا أنه هناك يعني حدث من البعض أنه خرجوا من ثم عاد، وبالتالي يعني هذا لا يكون له إصلاحا أبدا، ولكن هناك من اعتدل، وهناك من بالفعل حس أنه يعني ندم، وحس أنه كان يعني ما هو في الخط الصحيح. دكتور، نتحدث عن الملك عبد الله حمل لواء تصحيح صورة الإسلام. على صورة الإسلام التي وصلت بعد أحداث 11 سبتمبر والأحداث الإرهابية كانت مشوهة بشكل كبير في الإعلام الغربي. هذا اللواء عندما حمله الملك عبد الله، حدثنا وأنت القريب من الحوار الوطني وتعرف حوار الأديان بالتأكيد ومتصل مع الكثير من هذه الجهات، تفضل. نعم، الملك عبد الله حمل هذا الملف الصعب في ذلك الوقت. بعد أحداث سبتمبر عشنا نحن في المملكة العربية السعودية عندما يسافر طلابنا، وعندما يسافر سورنا في أي مجتمع أوروبي أو الأمريكي، كانت هناك عليهم ضغوطات كبيرة من خلال السلطات الغربية. فالملك عبد الله رحمه الله عمل على هذا الملف بكل جدارة. نعم. فاستطاع تغيير صورة المملكة في خلال سنتين من خلال أعماله ومن خلال تواصله مع الرؤساء ومن خلال صدقه في العمل. الملك عبد الله من خلال الحوار الوطني، سواء طبعا لما نتكلم عن الداخلي كان هدفه رحمه الله بعيد المدى. فكر الملك عبد الله رحمه الله كان من أساسه عندما كان في اعتماده لمهرجان الجنادرية الذي ينظمه وزارة الحرس وتنظم وزارة الحرس الوطني، كان دائما يسعى إلى تنظيم حوارات وتنظيم لقاءات وندوات يتخللها حوارات صاخبة. فكان هذا المنهج دائما يلامس فكره. وكان الملك عبد الله يعني محبا للحوار. نعم. في فترة 2004 كانت المملكة بحاجة فعلا إلى تأسيس مركز للحوار الوطني، وكانت هي فكرة رائدة من الملك عبد الرحمن عندما كان ولي العهد. وتأسس هذا المركز الوطني، تأسس لفعلا خلق جو مريح وجو يجمع أطياف المملكة العربية السعودية المتنوعة. تعرف أن المملكة العربية السعودية كبيرة ومتسعة، وهناك أطياف متنوعة ومذاهب وغيره، يعني فكر يعني متنوع. فالملك عبد الله كان له هدف بعيد المدى. جميل. ورسم هذا الهدف ونجح في رأيي الشخصي على المستوى الكبير والمستوى الفكري. دكتور، من يشاهد تاريخ فترة حكم هذا الرجل يشاهد في بداية حكمه كان يركز على ملفات مهمة. كان من أوائل الملوك أو من أوائل الحكام العرب الذين اعترفوا فعلا بأن هنالك فساد في بلدانهم، وأسس مؤسسات حكومية لمحاربة هذا الفساد بشكل صريح. هذه الجرأة التي امتلكها هذا الرجل، وأنت تعرف وضع العالم العربي بشكل عام، هذه الجرأة التي جعلت من هذا الرجل محاربا للفساد وأسس هيئة لمكافحة الفساد، وكان عملا مكثفا. حدثنا عن هذا الجانب وعن هذه الجرأة. نعم، بالنسبة لهذه الجرأة، الملك عبد الله رحمه الله دائما من يشاهد حديثه ومن يستمع إليه أو من يقابله يشاهد الصدق. جميل. الذي يخرج من داخل هذا الرجل رحمه الله. كان رجلا صادقا. أنا وأنا قادم لهذه المقابلة كنت أشاهد التلفزيون، وكان المنظر مشهد على عندما كان زار الأسر الفقيرة، فيشهد الله أنه قال كلمة وتعاد في طبعا في الفضائيات، قال إني لم أأتي رياء ولم أأتي إلى هذا المكان للسمعة أو للظهور، إنما أتيت لأرى بنفسي. فهو دائما صادق حتى مع البسطاء ومع السلطات فالملك عبد الله عندما شعر بأن هناك فساد، وكما ذكرت أخي مالك أنه تجرأ ولم يكون يعني العمل سريا، إنما أعلن بإعلان هيئة كاملة للفساد على مستوى كبير. وهذه الهيئة ونزاهة كما يسمونها الآن هي تقوم بدور كبير ودور فاعل الآن في محاربة الفساد
الفساد الذي استشرع لدى البعض هدانا الله وإياهم، والذي لا يقيمون ولا يهتمون بوطنيتهم ولا يعترفون إنما همهم الفساد، وهمهم أن يجمعوا الرزق سواء بالحرام وغيره. ولكن هذه المؤسسة أنا في رأيي الشخصي هي كانت من الدعائم الكبيرة التي حدت كبيرا. عندما الآن نسير إلى المشاريع، ما كان قديما تجد لوحة كبيرة عليها جميع التفاصيل، السعر والوقت والشركة وإلى آخره، فبالتالي أصبح المواطن أيضا مشارك في عملية المعرفة والعلم بهذا المشروع. أو نمشي ما ندري المشروع قد شهر سنة سنتين ثلاث يتعثر لا يتعثر. الآن أصبحت ضغط على جميع، أصبحت من الأساسيات نرى لوحات كبيرة باسم المشروع والمالك والمنفذ وإلى آخره، والقيمة حتى القيمة توضع. جميل. فعندما توضع القيمة يبدأ الناس يعني يبدأ ما عاد هناك تلاعب ويخف التلاعب. نعم. فلذلك كانت هذه جزء يعني كانت من الأعمال الخالدة للملك عبد الله رحمه الله. نعم دكتور، هذا الرجل الإصلاحي، نتحدث عن الأوضاع التي يعيشها العالم العربي. غالبية دول العالم العربي تمر بظروف صعبة وأنت تعلمها كذلك. هذا الرجل استطاع أن يعبر ببلده وبشعبه إلى بر الأمان، إلى بر الاستقرار. كيف استطاع أن يحقق ذلك؟ طبعا من بداية الربيع العربي إلى الآن والمنطقة مرت بظروف قاسية، ومرت بظروف نسأل الله سبحانه وتعالى، ظروف يعني حربية وظروف تهجير وغيره. نسأل الله يعني أن ينهي هذه الفتن، وأن إن شاء الله يعيد من هاجر ومن غيرهم من الأبناء في سوريا وغيرهم إلى بلادهم. الملك عبد الله تعامل، ودائما المملكة العربية السعودية بمنهجياتها والسياسية وكما عرف عنها أنها لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تتدخل بأمور أو تتدخل في سياسات الآخرين، حتى أنه عندما يحدث أي حدث تجد المملكة هي آخر من يعلن عن هذا القول، لأنها دائما تتحرى جميع الأشياء وتتحرى وتأخذ الأشياء، فبالتالي هي دائما لديها سياسة واضحة. الملك عبد الله رحمه الله دعم هذه السياسات، وبالتالي ولله الحمد عبر بوطنه ومجتمعه من خلال ما نمر حتى على قرب حدودنا الآن، وعلى قرب فتن وحروب وتقاتل وطائفية وغيرها. ولكن ولله الحمد نجح الملك عبد الله في يعني تمشية أو في محاولة سلامة وطنه ومجتمعه من الانغماس في هذه الحروب، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل السياسة الحكيمة الذي تبع الملك عبد الله وسياسة المملكة الكبيرة في هذا الاتجاه. دائما المملكة تدعم، دائما المملكة تحاول أن تصلح، دائما المملكة لا تحبذ الحروب ولا تحبذ السقوط، ولكنها دائما تحاول الإصلاح، تحاول مبدأ الحوار، تحاول أن تحضر جميع الطرفاء المتنازعين إلى المملكة في مكة وفي الرياض، تحاول أن يعني تصلحهم دائما، هي لأن المملكة العربية السعودية هي قبلة المسلمين. جميل. 1,200,000 و300 مليون مسلم يتوجهون في اليوم 5 مرات للصلاة لتوجه الكعبة. المملكة العربية السعودية حاضنة الحرم الشريف، وبالتالي عليها مسؤوليات كبيرة تجاه هؤلاء المسلمين في جميع قطاعات جميل. العالم. دكتور، أخيرا دعنا نتحدث عن بيانات النعي التي أصدرها رؤساء دول العالم وكبريات الدول. نتحدث أيضا عن وسائل إعلام، كبريات وسائل الإعلام في العالم قامت بقطع بثها وإذاعة هذا الخبر ووضع تغطية خاصة. وتلك المصطلحات وتلك المعاني والتصاريح التي قالها رؤساء هذه الدول، ماذا يعني هذا؟ أو من أين اكتسب الملك عبد الله هذه القوة العالمية حتى أصبح رمزا عالميا في السياسة العالمية ومحركا لها؟ أنا أختصرها أن الملك عبد الله جميع ماله لمصلحة وطنه ومصلحة شعبه وللدين والوطن. هذه هي التي اكتسبتها وجعلته صادقا مع الجميع. الملك عبد الله بتصريحات الرؤساء من صرح البارحة واليوم بتصريحاتهم يذكرون هذه الأشياء، يذكرون صراحته الكاملة، يذكرون أنه دائما يتحدث بصراحة وبعفوية كبيرة.
فبالتالي تجد الملك عبد الله هذه المزايا جعلت من هؤلاء الرؤساء أن يستشعروا به ويعرفون مدى مصداقيته. فبالتالي لا نستغرب أن يحدث مثل هذه التصريحات الجميلة التي نسمعها عن خادم الحرمين الشريفين. نعم دكتور، شكرا جزيلا لك، شكرا لك. شكرا.